بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن الآن ويبدو لي أن بانتهاء هذا الشهر الفضيل قد أصبحت لنا في حياتنا معنى أو هدفية، أو اتضحت الرؤى، أو لا أقل بدأنا نفكر في الهدفية وفي جعل المعنى، لأن ما دون ذلك نعيش التوهان ونعيش التيه، نعيش التخبط في حياتنا، ومع عدم الإدراك على مقر أقدامنا وعلى خطواتنا إلى أين تأخذنا وإلى أين نمضي وإلى أين ننتهي في هذه الرحلة التي دخلنا في هذا العالم منذ الولادة إلى يوم الرحيل الذي لا شك ولا ريب فيه. عندما ندخل في هذه الدنيا نحن نسير على درب وعلى طريق. بعض الناس يعرفون ويعلمون ويرون المسير حقا ويرونه رؤيا العين، فيبدأون بخطواتهم اتجاه الهدف، اتجاه تحقيق ذلك الهدف. وفي أثناء المسير يجعلون لخطواتهم معنى، يجعلون لحركاتهم معنى، يجعلون لمرورهم ووجودهم في هذا الدنيا معنى. عندما يمشي الإنسان ويسير إلى درب طويل، وهنالك صراطات لا صراط واحد، وهنالك سبل لا سبيل واحد، وهناك مشارب لا مشرب واحد، يتعدد الإنسان في مشربه، يتعدد الإنسان في مسلكه، يتعدد الإنسان في سبيله وفي طريقه وفي مساره، قد يتغير، قد ينحرف، قد يأخذ مسلكا آخر غير الذي ابتدأ فيه الطريق. وهنا نقول أن كل طريق قد يجد الإنسان فيه الحب، قد يجد الإنسان فيه الطريق الحقيقي، قد يجد فيه اللذة والسعادة. إذا لم يجد اللذة ولم يجد السعادة فعليه أن يتدارك نفسه، فعليه أن يتدارك مساره، فعليه أن يتدارك أول مخرج، ويعود من حيث المبدأ وحيث المنشأ ومن حيث هو أتى. ونحن نقول كمشرب إنساني إسلامي توحيدي خالص، نقول نحن بدأنا من الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في هذا المسلك، ولكن إذا تعددت مشاربكم وكان المشرب غير ذلك، فلا بأس أن تجد المعنى في حياتك، فلا بأس أن تجد ذلك وتعيد من حساباتك، وتعيد من قراءاتك. قد سلكت طريقا وقد لا تكون فيه الحب، وقد لا يكون فيه الطريق المسلك إلى الله عز وجل. نعم، هنالك لحظات يتدارك فيها الإنسان خطواته، يتدارك نفسه، يتدارك بأن يقف وأن يرى في أي مسار وأي محطة وصل، ويسأل نفسه بعض المسائل: ما هو هدف وجودي؟ ما هي رسالتي؟ ما هي الهدفية التي من أجلها الآن أعيش؟ ما هي السعادة التي تجعل في حياتي نورا وتجعل في معنى؟ ما ذلك الذي أبحث عنه؟ ما ذلك الطعم الذي أسعى وراءه؟ هل أنا فعلا وجدت في جمال شهر رمضان وجمال تناول القرآن الكريم ومفرداته وعباراته والرحلة في الأوراد الشريفة التي ندعو بها الله عز وجل، تجعل لنا ترتيب الأفكار وتعيد من تنظيم مدخلات الأوراد ومدخلات الأمور إلى العقل، فتكون المخرجات كما يقولون: الذي يزرع الشوك لا يحصد إلا الشوك، ولكن الذي يزرع الورد يحصد الورد. فأنت ما تدخل هو الذي يخرج لك. بما أن الآن مدخلاتنا كلها إلهية
ووردها ورد إلهي، إذن هنالك اطمئنان واستقرار. والاطمئنان والاستقرار هو فيه ثبات النفس. نعم، قد تحصل الزلات وتحصل الهزات، وتحصل للإنسان ضغوطات خارجية وضغوطات داخلية، إما من الجينات وإما من عوامل الحياة. وإما الجينات موجودة في عوامل الحياة تحفز تلك الجينات التي تجعل في الاضطراب النفسي. وحوادث مررنا بها أيام الطفولة وما بعد الطفولة، وقد تكون من مصائب الدهر. ولكن إذا كنا على هدف وعلى وعي وعلى معنى جعلناه في حياتنا نسعى إليه ونسعى لتحقيقه، إذن هنالك نجد أنفسنا ونجد ضالتنا ونجد أين هو ثبات أقدامنا. فلا يضرنا شيء، لأننا نحن نسعى حول تحقيق ذلك الهدف الذي نعلم نحن أن هذا هو هدف وجودنا، وهنالك رسالة وهنالك معنى لتحقيق هذه الحياة. فلا يكن هدفنا الذي نجعله المادة ونجعله أيام سعيدة من بسمة وضحكة، أو لحظات نقضيها، أو سفرة هنا وهنالك، أو ما عدا ذلك. فلتكن لنا هدف نخلد معه كما بقي، إن كانت كتابة وإن كانت رسم وإن كان فكرة، تكون حياتنا بعد الممات على قدر بقاء أفكارنا وعلى قدر بقاء كتاباتنا وعلى قدر ما نترك في هذه الأرض من معنى. إذن نحن في شهر رمضان ونحن في آخر أيامه وآخر لياليه، ونعيش ذلك الطعم اللذيذ الذي نكون مع الله سبحانه وتعالى. فلنكن أقرب لله عز وجل، وهذا هو موردنا وهذا هو مشربنا، ألا وهو قيام الليل. ألا وأن ناشئة الليل أقرب قوم قيلا، أن ناشئة الليل نعم وأقوم قيلا. هكذا تكون صلاة الليل وناشئة الليل، وأن السالك إليك قريب المسافة، وأنك لا تحجب عن عبادك إلا أن تحجبهم الذنوب دونك. وهذا ما يقوله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حين خاطبنا بهذه الكلمات: إن قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل يقرب إلى الله ويكفر السيئات ويمحو الآثام ويبعد الداء عن الجسد. فما بالك إذا كان ذلك الداء مرتبط بالروح، أي أن داء الروح لا دواء لها سوى استقرارها وسوى ثباتها وسوى طمأنينتها. نعم، عندما نجد التوازن الصحي والتوازن النفسي، هنا تكون النفس مطمئنة ومستقرة. فلذلك نقول إن قيام الليل بعد لتلك الاضطرابات، إذا علمنا كيف نرتبط بخالقنا، كيف نبحث داخل آلامنا ونفرغها للقوى الأعظم والقوى الأجل والقوى الأكبر والقوى التي نسعى لإرضائها. فلذلك نقول: أرضيت يا رب، خذ إليك حتى ترضى. ونحن في طريقنا إليك وفي السبيل إليك، ونحن على صراطك المستقيم، ننهج من منهاج محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.